اسمعوا مع بعض ليش قصي خولي يشعر بالقرف. عرفان قصي خولي، اسمعوا ليش. وصف حفل افتتاح أولمبياد باريس بالمقرف. تم إيقاد النار. الفنان السوري قصي خولي يهاجم الفعاليات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لترويج منظمي الحفل لأعراف غير مألوفة وكل ما هو غير أخلاقي بحسب وصفه. قصي أعرب عن صدمته في تغريدته التي نشرها على منصة إكس، مشيرا إلى أن البطولة لها مكانة مرموقة. مشاعر قصي خولي ما تحركت بالرغم بين كل اللي صار بسوريا. يعني تخيلوا ملف قيصر لحاله ما خلى قصي خولي انه يشعر بالاستياء، لا بالعكس، ملف قيصر وكل الصور اللي شفناها فيه خلته يدعم بشار الأسد ويناصره رغم هذا الملف ورغم هي الصور. عن اي اخلاق عم تحكي؟ ولا عن اي شيء؟ عن اي انسانية؟ عن اي قيم؟ عن اي اخلاق؟ عن جد انتم الجماعة المناصرين لبشار الأسد المفروض ما تحكوا عن هي الأشياء. بعدين أنت مين أريانك على المستوى الدولي ولا المستوى العالمي؟ مين أريانك حتى تنتقد باريس وحفل افتتاح الأولمبياد؟ عن جد أموركم غريبة عجيبة وما بعرف من وين بتفكروا. وصب عمي صب.